really I'ma do the rock, but humble shop. If you wanna scrap it, look, she ain't rolling. انا جيت. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، وانزل اعمل لايك واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. تمام، جايلك النهارده بموقع جامد جدا عن ازاي تعمل رقم امريكي للواتساب. تمام، بالمجان، ما تدفعش فيه ولا جنيه. يعني هتعمل رقم والرقم ده يفضل معاك فتره طويله. تمام، يعني مش هيتحذر اول ما تعمله كده، بعدها بيومين بيوم. تمام، مش هيتحذر، هيفضل معاك لفتره طويله اكنه الرقم بتاعك. تمام، تستخدمه بقى للواتس، للايمو، للتليجرام، اي موقع التواصل الاجتماعي. خش بقى في الشرح على طول. ده الموقع اهو، كنت طبعا سايب لك اللينك بتاعه في الوصف، ودي النسخه اللي هنشتغل عليها. طبعا انت اول ما هتضغط على اللينك اللي انا سايبه لك في الوصف هيفتح معاك بالواجهه ديت. انت هتيجي كده على السهم اللي فوق ده، وهتضغط على ترجمه ديت. تمام، بعد ما تضغط ترجمه هتيجي تنزل انت تحت كده، عندك هنا رقم اوكراني. تمام، وعندك من الولايات المتحده والمملكه المتحده. مش بس كده، تمام، لسه في ارقام تانية اهيت. وعندك من دولة اسمها جورجيا. تمام، انت مثلا عايز تدفع رقم دلوقتي على الواتساب، ايمو، اي حاجة. تمام، فانت هتشوف احدث رقم. تمام، تعرف احدث رقم منين؟ اللي هو مثلا بيبقى منذ 4 دقايق، منذ 11 ثانية. تمام، ده لسه جديد، ده شغال منذ ثانية واحدة. تمام، يعني انا لما باجيلك بأي موقع او بأي تطبيق ببقى شغال، ببقى متأكد ان هو شغال وبيديلك ارقام 100%. تمام، انا جايلك موقع حديث اهو، محدش شرحه على اليوتيوب قبل كده. تمام، عندك هنا رقم منذ 2 دقيقة، وعندك اخر رقم مضاف. تمام، ممكن ناخد الرقم ده عادي، نضغط لا تحقق من ذلك، وهنيجي عشان ننسخ الرقم. تمام، تضغط على المربعين اللي في الجنب دول اللي هو نسخ. تمام، ورمز الدولة اللي هو 380 اللي هو اوكرانيا. هتيجي كده تخش على الواتساب. تمام، وهتكتب هنا 380 وتعمل رقم لصق. تمام، هنا الرقم شغال اهو، تضغط لا الانتقال ديت، ليس الان. طبعا الرقم ده حد مفعله. تمام، بقول لك اعادة رسالة قصيرة بعد 19 ساعة. تمام، فانت طبعا ما تقدرش على الموقع ده تعمل اللي هو اتصل بيه. تمام، لازم يكون رسالة نصية. فنطلع من الرقم ده عادي خالص. تمام، تخش على الموقع تاني، ترجع خطوة بس كده، تاخد مثلا الرقم اللي هو وليكن مثلا الرقم ثواني نعمل ترجمة بس للموقع. ده منذ 2 دقيقة. تمام، ناخد مثلا اللي هو منذ 11 ثانية ده، نعمل اللي تلقي الرسائل القصيرة، وهتاخده نسخ. تمام، اللي هي المربعين دول هتضغط عليها كده. تمام، كده خدت الرقم ده نسخ. تطلع تخش على الواتساب، هتشيل رمز الدولة، تحط 1 اللي هو الولايات المتحدة، وهتعمل هنا نسخ للرقم كده، وتضغط التالي، موافق، ليس الآن. نفس النظام يا جماعة. تمام، لأن الموقع ده شغال زي ما قلت لكم في أول الفيديو. الموقع ده شغال يا جماعة، بيجيب أرقام مضمونة 100%. فبتلاقي اللي هو زحمة عليه، فاهم انت؟ تلاقي الطلب عليك كتير. نشرح لكم على رقم كمان. يعني الطريقة سهلة أوي يا جماعة، كل اللي عليك اللي انت هتعمله، هتيجي تضغط على لا تلقي الرسائل ديت، وتضغط نسخ. ترجع للواتس تاني، هتلصقه هنا كده. تمام، تضغط التالي، موافق. تمام،
وبعد كده اضغط ارسال رسالة. يعني هتلاقي فيه ارقام معاك كتير شغالة، تمام. يعني مش لازم طالما الرقم ده طلع لك بعد كذا ساعة تستنى الساعات، لا، انت مش مجبر ان انت تستنى ساعة. الكلام ده لو انت معكش موقع مثلا ما بيديكاش ارقام كتير، انما الموقع ده فيه مليون رقم، تمام. يعني انت لقيت واحد مش شغال او بعد كمان ساعة، تمام، فانت تروح وتاخد واحد تاني، تمام. وبس كده يا اخواتي، وده بيكون شرح النهارده. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.